طب تعال سؤال كده، لو الاهلي بيلعب غير الزمالك، لو الاهلي بيلعب فرقه غير الزمالك كان هينسحب ولا لا؟ مستحيل كان ينسحب. طب مش الزمالك فرقه عاديه وبتتغلب؟ انسحبت ليه؟ مستحيل ينسحب. لو الاهلي بيلعب فرقه غير الزمالك مستحيل ينسحب، مستحيل، هيلعب الماتش عادي. طب تعالى نسال سؤال تاني، لو الزمالك في مكان الاهلي والاهلي في مكان الزمالك والزمالك هو اللي ما راحش الماتش وجمهوره راح، عليا النعمه تحفيل، كان هيبقى تحفيل في 7000. بص 70 70 قناه، 70 قناه و70 يوتيوبر و700 تيك توكر بيحفلوا على الجمهور الزملكاوي اللي راح وفرقته ما راحتش، والزمالك غلطان من ساسه لراسه، وهياخد عقوبات وهيتفرض عليه عقوبات بزياده ويدفع فلوس و كل اللائحه تطبق عليه كامله. الاهلي لا. ليه؟ هو كده. ده اللي بوصله لحضرتك، ان الاهلي مش بيتعامل معامله عاديه، المفروض تفهم ده على مر السنين، مش اول مره تحصل. قبل كده برضه الاهلي انسحب ولم تطبق عليه اللوائح والقوانين. المره دي بقى ايه اللي مخلي المره دي ظاهره؟ المره دي ان الزمالك قبلها بسنه. سنه ايه ده؟ ما عداش سنه، ده هو كان الماتش ده في نص الموسم الثاني في نص الدور الثاني، يعني ما عداش سنه، ده لسه الزمالك كام شهر اتسحب والاهلي بيتسحب المره دي. شوف فرق المعامله، وده نادي كبير، هو كمان المفروض ان الزمالك نادي كبير، بس هو عند الدوله مش نادي كبير ولا حاجه، ده نادي صغير. لكن زمان كان عادي بقى، ما ممكن عادي تحصل او ما حصلتش قبل كده فعادي ممكن تبقى يعني ده الطبيعي. لكن المره دي غير ان في سوشيال ميديا، غير ده متشاف. المره اللي فاتت كلمتين في الجرايد اللي هم عارفين الجرايد الصفراء، الاهلي على حق والاهلي كذا كذا، هو ده اللي كان ده الاعلام وقتها، الاهلي 100 100 والاهلي على حق و... واللوائح تغير. يا راجل ده وزير شباب اتغير، امال الوزير المره دي كان خايف ليه؟ وزير الشباب قبل كده اتغير عشان الاهلي، ومش اول مره ومش اول وزير يتغير. وزير ده رغم انه زملكاوي بيجري يعمل تليفونات عشان يجيب حكام عشان خاطر الاهلي. ليه؟ عشان خايف يتغير، عشان الاهلي بيغير وزراء. الاهلي لو غضب بيغير وزراء، جمهور